اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدنيا مقلوبة مع الشيماء توفيق. في وقت الدنيا كلها مولعة حروب، مؤامرات، كراهية مالية العالم، دخان، في وقت الناس بتدور على شوية امان، شوية طمأنينة، كان في نقطة نور واحدة بس في وسط العتمة. النقطة دي كانت مصر. مصر اللي واقفة في النص، لا بتهرب ولا بتخاف، ما بتتهزش ما بتتبدلش. بلد لو وقعت العالم كله يتلخبط، ولو وقفت التاريخ وقف لها احترام. الناس بتتكلم عن احتفالية حصلت في العاصمة الإدارية، بس أنا جاي النهاردة أتكلم بشكل مختلف. أنا مش جاي أتكلم عن حفلة، أنا جاي أتكلم عن حكاية وطن. بلد قررت تقول للعالم كله أنا وطن السلام. مش مجرد شعار بيتقال، دي حقيقة بنتعايشها بكل نفس، بكل خطوة، بكل لحن. مصر عاشت تفرق فرقة من آلاف السنين، شالت هموم ناس غيرها من الشمال لليمين. لا بتحب الخصام ولا بتخلف كلام، مد حبل المحبة كده، دي مصر وطن السلام. الغريب فيها عاش بيطمن والجيران للجيران، ناسها ولا بالكنوز تتأمن للي قدر وصار. أصيلة وفاتحة بيتها ولا تغرك طيبتها، ليها رجالة رافعة رايتها من زمان الزمان. مصر هي وطن السلام. في الحقيقة المشهد بدأ من هناك، في العاصمة الإدارية الجديدة، في تحفة فنية اسمها دار الأوبرا الجديدة. من أول لحظة دخلت فيها الكاميرات حسيت إن مصر مش عاملة احتفال، دي عاملة عرض حضاري متكامل في تاريخ من 7000 سنة. بيغني وفي حاضر بيقول إحنا راجعين وبقوة. الناس كلها كانت بتسأل هو إزاي كل مرة مصر بتعمل حدث بيطلع كأنه إعلان عن حضارة. السر يا جماعة مش في المايك ولا في الإضاءة، السر في الرؤية. رؤية دولة بتخطط وبتحلم وبتنفذ، ورؤية قائد عظيم. حفلة على السريع كده، بس عاملة شوية دوشة عالمية، اسمها مصر وطن السلام في دار الأوبرا الجديدة، قبل الحدث الأهم في العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. يعني كأن مصر بتسخن قبل المباراة النهائية. جبنا فنانين بتوعنا كتير جدا، منير حمائي، مدحت صالح، أصالة، أمل ماهر، أحمد سعد، حمزة نمرة، وطبعا محمد سلام اللي نورنا ورجع بعد غياب سنتين، ولع المسرح بخفة دمه وبمبدأه. ده طلع فيه حاجات كتيرة قوي ما نعرفهاش عن سينا. انا شفت فيلم حلو قوي بيتكلم عن سينا. على فكرة انا اللي قلت لك على الفيلم ده. على فكرة يا اولاد، احنا لو فضلنا نتكلم عن سينا بصوا يا اولاد، احنا لو فضلنا نتكلم عن سينا ممكن نقعد سنه بحلقه وما خلصناش الكلام. انا بقى جبت لكم الكتب دي تقروها وتعرفوا عنها كل حاجه. خلي بالكم، في الكتب هنا هتلاقوا اسامي تانية لسينا. يعني في ناس بتسميها ارض التجلي الاعظم، وفي ناس بتسميها ارض الفيروز، وناس تانية بقى بتقول عليها ارض القمر. يعني كل الكتب دي بتتكلم عن سينا؟ يا استاذ تايم، كل الكتب دي، بس مش دول بس، ده في قدهم 10 مرات كمان. امال انتوا فاكرين ايه؟ سينا دي يا اولاد جزء من وطننا، تاريخها مرتبط بكل احداث مصر العظيمه. هي سينا مهمة قوي كده؟ ربنا هو اللي خلاها مهمه. سينا دي يا ادم هي الارض اللي ربنا تجلى فيها وكلم سيدنا موسى. رسل وانبياء وعظماء كتير قوي مروا على الارض دي وعاشوا فيها كمان. سينا يا اولاد شهد على تاريخ مصر كله، من اول اجدادنا المصريين القدماء لحد اللحظه دي. وعلى كده بقى في ناس كتير عايشة هناك؟ طبعا يا استاذ تايم، ناس كتير جدا. اهل سينا، بدو سينا عايشين فيها من الاف السنين. انتوا عارفين بيسموهم ايه؟ بيسموهم ايه؟ بيسموهم اسياد الرمال، واحيانا حراس الرمال. اللي بيسموهم كده؟ بيسموهم كده عشان طول عمرهم بيدافعوا عن سينا وترابها. انتوا عارفين يا ولاد، انا بحب سينا جدا.
الناس دولت بيدافعوا عن سينا وترابها. بس انا عمري ما رحت سينا يا استاذ. فعلا؟ انا حسيت من كلامي معاكم كده ان انتوا كلكم ما رحتوش سينا، صح؟ صح. لا، انتوا لازم تروحوا، لازم تروحوا وتشوفوها بعينيكم لو عايزين تعرفوها فعلا، مش مجرد قرايه من كتب وبس. انا هقول لبابا يوديني سينا في اول اجازه. وانا كمان. وانا كمان. دكتور هاني، جدول مواعيدك ايه؟ طبعا وانا كمان. انتوا عارفين وانا قدكم كده كان نفسي اروح سينا قوي، ولما كبرت ورحت عرفت ان كل الكلام اللي كنت بسمعه عنها طلع ولا حاجه قصاد اللي انا شفته. جبال وبحر وصحراء وناس ما شفتش في تبتهم وجدعنتهم، وليهم بقى عادات وتقاليد محافظين عليها لحد دلوقتي. يعني ايه تقاليد؟ تقاليد يا هنا، تقاليد يعني حاجات اتربوا عليها من وهم صغيرين وورثوها عن اجدادهم، زي مثلا اكرام الضيف، نصرة المظلوم، وحفظ النسب. كل واحد فيهم عارف نسبه بالظبط، من اول ابوه لجد جد 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 يعني لعاشر جد كده. ده غير بقى ان هم ليهم مقولة انا بحبها جدا. ايه هي؟ بيقولوا قطع الورايد ولا قطع العوايد. يعني ايه؟ قطع الورايد ولا قطع العوايد يا ادم يعني عاداتهم وتقاليدهم لا يمكن يتخلوا عنها ابدا مهما حصل. ممكن تحكي لنا اكتر عن سينا يا استاذ؟ ما انا حكيت يعني. احكي لنا يا استاذ. ايوه. خلاص اقعدوا مكانكم يلا. بصوا يا ولاد، احنا هنتفق اتفاق. انا دلوقتي هحكي لكم، بس عايزكم بقى لما تكبروا ويبقى عندكم ولاد حلوين زيكم كده، انتوا كمان لازم تحكوا لهم عن سينا واهلها. اتفقنا؟ اتفقنا. بس لو هنيجي نتكلم عن اللحظة اللي كسرت قلوب، كانت الطفلة الفلسطينية ريتاج اللي كانت قاعدة جنب الرئيس السيسي. ريتاج مش مجرد طفلة، ده وجع أمة وصوت بريء بيحكي للكبار مش قادرين يقولوه. لما قالت مهما أقول مش هتفهمهم، مصر أم الدنيا كانت بتقولها من وجعها، بس مصر كانت هناك بتطبطب وبتحضن وبتقول لها انتي في أمان. الرئيسة قاعدة جنبه مش مجاملة، دي رسالة صامتة للعالم كله. مصر مش بس بتفتح حدودها، مصر كمان بتفتح قلبها. أنا عاوزة أطلب من أبويا عبد الفتاح السيسي، أطلب منه بس طلب صغير. أنا نفسي أشوفك ونفسي هيك تعمل معايا مقابلة وأسلم عليك وأبوس راسك وهيك يكون مش عارفة أتخيل. تعالي وطبعا هنا لازم نضحك شويه، لان مصر بلد لو ما فيهاش هزار تبقى مش مصر. طلعت اسعاد يونس بخفه دمها المتعودين عليها دايما وقالت معلش يا فندم ما جبتش البيجامه الكستور، المكواجي ضرب عليها. ضحكنا كلنا بعدها، بس لما اتكلمت بعد كده قالت اللي ختمت بيه المعنى كله: السلام مش كلمه، دي عقيده وطن واراده شعب. يعني حتى الضحكه عندنا فيها رساله، ومش اي رساله. معلش ما جبتش البيجامه الكستور، المكواجي ضرب عليها، فأنا متأسفة جدا. سلام يا مصر يا أرض السلام، سلام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله على السلامة يا ريس من بلجيكا. طولت رقبتنا وكبرتنا زي ما طول عمرك بتعمل، مش جديدة عليك. ما هو السلام أصله مش كلمة، ده عقيدة وطن وإرادة شعب، نعمة ربنا اداها. بس احنا ساعات بنتعود على النعم وننسى انها موجودة،
لحد ما يحصل حاجة تزلزل وتهدد الأمان. ساعتها بنسجد على الأرض شكراً، وبنشكر كل إنسان ساعدنا على إن نعمة السلام دي تفضل موجودة. عشان كده اسمح لي فخامتك يا فندم بالنيابة عن 100 مليون مصري وأكتر أتقدم إليك بكل الشكر والحب والممنونية إنك ساهمت في الحفاظ على هذا السلام. ما هو أصل السلام مش صدفة ومش منحة، ده قرار ووعي وتضحية. قرار قائد عظيم لأمة عظيمة وجيش عظيم، جيش يعرف يحمي ويصد ويدافع ويصبر ويتحمل ويجبر كل الكسور والجروح، لكن ساعة الخطر يا دوب مسافة السكة. سلام معجون بدم الشهداء ودموع الأمهات، عشان كده غالي وعزيز علينا قوي، دفعنا فيه ثمن كبير جدا. فسلام لكل مواطن مصدق في قلبه إن السلام أكبر شهادة للقوة. سلام يا مصر. الاحتفالية كانت مليانة، كانت احتفالية دسمة جدا، كان فيها رموز بتتقال من غير كلام. الغريب فيها عايش مطمن، رسالة لكل العرب. فيلم الجيش المصري دايما على الموعد يقولك ان السلام محتاج قوة تحميه. فيلم مصر طريق العودة رسالة من غزة ومن قلب كل عربي بيقول مفيش تهجير هيعدي من هنا. كل تفصيلة كانت محسوبة، من الموسيقى للإضاءة لاختيار الفنانين، حتى وجود شيخ الأزهر وبابا توادرس جنب بعض مش لقطة تمثيلية، لأ دي صورة حقيقية الوطن بيجمع مش بيفرق. يلا على فكرة بقى دي تمثيلية وبيضحكوا علينا بيها وأي عيل صغير يفهمها. يعني انت فاهم كل اللي بيحصل في فلسطين ولامم المنهج كله وعمال تنظر كمان؟ يا عم ارحمني بقى. انتوا تاني؟ هو انتوا يا جماعه ما بتبطلوش خناق؟ كله حاجه والنبي ده متعب جدا. هات لي قهوه صبحي. يا ابني الموضوع باين زي الشمس. تقدر تقول لي احنا عملنا ايه للناس اللي بتموت كل يوم بقالهم سنتين؟ لا عملنا، مش السنتين دول بس على فكره، من قبل كده بكتير واحنا بنعمل. لا ده اي كلام. ما الاخبار قدامك اهي في كل حته. انا نفسي اعرف انت بتجيب الاخبار دي منين؟ السوشيال ميديا. السوشيال ميديا؟ خش وانت تشوف. يعني انت بتجيب اخبارك من السوشيال ميديا؟ يعني قنوات وجرايد العالم كله بتتكلم عن دورنا في قضيه فلسطين وانت بتكلمني على السوشيال ميديا؟ يا عم تمام، انت دلوقتي بتشوف القنوات وبتقرا جرايد، ممكن تقول لي بقى دورنا ده اللي هو ايه؟ طب انت عارف مين احسن واحد يجاوبك على السؤال ده؟ مين؟ الفلسطينيين نفسهم. قول له. بص يا عماد، من قبل ما احنا نتولد ومصر ما بطلتش تعمل لفلسطين وللفلسطينيين. فارت يا معلم. على فكرة انت بتقرص جدا في الظهر. هو الاخ اسمه ايه؟ عماد، مصطفى عماد. تحب يا عماد اقول لك مصر عملت ايه من اول القضيه ولا نبتدي منين؟ لا من اخر سنتين. ما دي بقى مش محتاجه، موقف مصر كان واضح جدا من اول لحظه لما رفضت التهجير. والله العظيم قلنا الكلام ده. يا سيدي تمام فهمنا، ممكن بقى تقول لي موضوع تاني غير موضوع التهجير؟ يا حبيبي ما هي دي الحكايه كلها. انت عارف مصر ليه رفضت موضوع التهجير رغم كل الضغوطات اللي اتحطت عليها؟ ليه؟ لانها لو كانت وافقت على التهجير كانت قضيه فلسطين انتهت. فلسطين نفسها كانت انتهت. مصر سخرت كل قوتها عشان توقف الحرب وتعمل معاهده سلام وتخلي دول كتير جدا تعترف بدوله فلسطين. وبعدين متاخر قوي ان احنا نتكلم في الموضوع ده بعد اللي حصل في شرم الشيخ. هو ايه يعني اللي حصل في شرم الشيخ يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ قفشوا حرامي في خليج نعمة. انت يا ابني مش عارف؟ ده العالم كله عارف اللي حصل في شرم الشيخ. انت منين يا عماد؟ انا من شرم الشيخ. طب ده قول له ايه ده؟ رد عليه انت. انت كنت ساكن في البحر يا ابني، قول له اللي حصل يا استاذ هشام. كل العالم جه لحد عندنا ووقعوا على اتفاقيه السلام، وكل ده عشان الحرب تقف والفلسطينيين يعيشوا في امان. على فكره
مصر عمرها ما اتخلت ولا هتتخلى عن اهلنا في فلسطين. ولو عايز تمشي ورا السوشيال ميديا اعمل كده، بس لازم تتاكد من اللي بتقراه وبتسمعه الاول. لا ده مركز قوي بقى مع السوشيال ميديا. هي السوشيال ميديا بتنقلك اللي انت عايز تسمعه مش الحقيقه. يا ابني ما تبقاش عنيد، ما تبقاش عنيد. على فكره احنا مش ضد السوشيال ميديا، بس انت لازم تفكر وتراجع مصدر الكلام عشان تفهم. فهمت، ده اللي كنت بقوله لك. خلاص يا جماعه عندكم حق. انت المفروض ترفع راسك يا عماد، اللي بلدك بتعمله مش قليل. صبحي حساب الرجاله دول عندي. يلا. سيادة العنيد اطلب اغلى حاجة، اتفضل يلا. تاخده ده؟ القهوة فين يا صبحي؟ فخفخينا يا صبحي. فخفخينا؟ الهدوء اللي بيزلزل. لما جه الدور على الرئيس السيسي القاعة سكتت، مش خوف لا احترام. الكلمة كانت بسيطة لكن وراها جبل من المعاني. مصر كانت وهتفضل وطن السلام، وطن بيحترم نفسه بيحترم الآخرين، بس محدش يفكر يقرب من أرضه أو من شعبه. الكلمة دي كانت ختام الحفلة بختم السيادة، صوت هادي لكن بيوصل للعالم كله إن البلد دي مش بتتهز. لو عايزين نشكر صاحب الفضل، وصاحب الفضل مش أنا، مش من دلوقتي بس، من كتير فات. صاحب الفضل ربنا. وانا عايز اقول لكم على حاجة. من سنتين لما حصل اللي حصل بقيت اقول الايام اللي جايه هتبقى ايام صعبه يعني، ورد الفعل هيبقى في القطاع في غزه مع اشقائنا الفلسطينيين هيبقى ضخم وهائل. لكن بصراحه كل الدعوات اللي كانت بتطلب ان احنا اولا نقبل ان هم يمشوا من القطاع، صعب قوي عليك انك انت تلاقي نفسك احيانا لوحدك وبتفكر لوحدك، وحتى الناس مختلفة يتهجروا ويمشوا ولا ما يتهجروش. انا بقول لكم الكلام ده بعد ما عدى سنتين، عشان نبقى دايما عارفين ان القرار مسؤولية. القرار مسؤولية. وكل ما المسؤولية تكون كبيرة كل ما القرار يبقى خطير، لأن تأثيره هيبقى كبير قوي. مش عايز أطول معاكم في النقطة ديت، لكن عايز أقول أنت يعني كنا متأكدين من إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام هتنتهي والمشكلة يبقى لها مخرج يعني، ولا إيه؟ اللي كان بيطمني حاجة واحدة، يا ترى إحنا اللي بنعمله ده في مصلحة السلام، في مصلحة الناس، في مصلحة الفلسطينيين، ولا ضدهم؟ فكان الأمر واضح إن الأمر ده حتى لو كنا احنا مش في مصر بس، في العالم كله شايفين المعاناة اللي موجودة واللي كلنا كنا بنسعى وبنجتهد إن نقلل منها ونخفف عنها. لكن كل أمر ليه حساباته، كل أمر ليه حساباته، وزي ما قلت كده الحسابات بتبقى دقيقة. لكن قبل كل ده إذا كان ربنا هيساعد ويسند الأمور هتمشي وتعدي. وزي ما انتوا شفتوا اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا، من ربنا.
طبعا لو هنتكلم على الجانب التاني من الشاشة، كان في ناس قاعدة على تويتر تقول هو ايه لزوم الاحتفالات دي يا جماعة؟ مصر مش جمعية خيرية، دي دولة بتدي درس في المعنى الحقيقي للسلام، مش بالكلام لا بالفعل. في وقت الدول بتقع مصر بتغني وتبني وتضحك. اللي بيزعلوا من فرحة المصريين دول مش اعداء الدولة بس، دول اعداء الحياة كلها. بقول لك يا كريم، والدك قال لي انك عايز تيجي معايا البلد تغير جو يومين كده، بس مش عارف ايه علاقة الحكاية دي بانك متوتر وقلقان كده. انا مش قلقان يا جدو، انا تمام، ما تقلقش عليا. يا ابني كلمني، انا سامعك اهو. ما هو بصراحة بقى حضرتك يا جدو اكتر واحد اخاف اتكلم معاه في الموضوع ده. يبقى جالك اختار التجنيد. مظبوط. وهو ده اللي قلقك؟ بس انا مش عايز حضرتك تفهمني غلط. طيب ما انا سامعك اهو. انا خايف يا جدو. خايف من ايه؟ انا فاهم اهميه الجيش، بس الجيش ده حاجه كبيره قوي عليا. كل حاجه فيه محسوبه بالثانيه، تصحى امتى، تاكل امتى، تنام امتى. انا حاسس ان دي مسؤوليه كبيره قوي عليا، تجربه جديده فيها ناس كتير قوي هناك ما اعرفهاش، وقواعد ونظام انا ما اعرفش عنهم اي حاجه. طب ما هو ده شعور طبيعي. بجد؟ طبعا شعور القلق والخوف قدام التجارب الجديده ده شعور طبيعي، لكن لو فكرت بعقلك هتلاقي انك داخل مكان تتعلم فيه ازاي تخدم بلدك. مش هتحس بالغربة، بالعكس بقى هتحس انك موجود في مكان بيعمق جواك الانتماء وتحمل المسؤولية. والناس اللي انت بتقول مش عارفهم دول هيبقى هم اهلك واخواتك لاخر العمر. يعني حضرتك يا جدو كنت خايف قبل ما تخش الجيش؟ لا، احنا دخلنا في ظروف مختلفة. كان ساعتها البلد بتغلي، الناس كانت بتدخل تقعد 8 سنين و9 سنين، ورغم كده كل الناس كانت بتتسابق انها تلبس البدله الميري وتشيل سلاح عشان تحرر الارض وتجيب حق الشهداء. حلو، احنا بقى دلوقتي الحمد لله في حاله سلام، انا هعمل ايه في الجيش؟ يا كريم، دور الجيش في السلام ما يقلش عن دوره في الحرب. ازاي يا جدو؟ قوه الجيش وهيبته واستعداده هما اللي بيفرضوا السلام. انت معاك القوه مش عشان تضرب، انت معاك القوه عشان تمنع اي حد يفكر انه يضربك. طب ممكن اسال حضرتك سؤال تاني؟ اسال زي ما انت عايز. انا واحد زيي هيفرق ازاي في الجيش الكبير ده؟ ده سؤال كويس. الجيش مكون من عده فرق، لواءات، الويه، كتايب، سرايا، فصايل. الفصيله اللي هي اصغر وحده في الجيش بتتكون من عدد من الافراد، كل فرد فيها عارف مهمته ايه ومتدرب عليها كويس. لو ما قامش بالدور ده بقيه الادوار كلها تختل. الجيش عدد كبير من البشر كلهم بيأدوا ادوار لازم زي عقارب الساعه. طب معقول يا جدو انا في كام شهر دول هعرف ازاي اضرب نار واحارب واعمل كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي؟ انت مش بس هتتعلم الحاجات دي، هتتعلم معاني وقيم اهم من كده. هتتعلم الشجاعه، الالتزام، الولاء، الانضباط، قيمه الفرد جوه الجماعه وقيمه التعاون ما بينهم. وصدقني هي دي مفاتيح النجاح، مش جوه الجيش بس، لا في الحياه بشكل عام. وبكره تدخل وتشوف. عارف يا جدو انا افتكرت ايه دلوقتي؟ ايام ما حضرتك بتحكي لي على ايامك انت في الجيش، كنت بتتكلم عليها بحماس وحب. انا نفسي ابقى كده، نفسي ابقى مسؤول شجاع. ساعتها بقى عايز اقعد سنه سنتين 3 ان شاء الله العمر كله. هيحصل لما تدخل وتتدرب على انك تحمي ناسك وبلدك. ساعتها هتلاقي مشاعر القلق دي انتهت تماما، وبقى في مكانها شعور بالانتماء والفخر. ان شاء الله يا جدو، ادعي لي. ان شاء الله. نلحق بقى القطر عشان ما نتاخرش. يلا، وليك عليا بقى طول السكه هكلمك عن حكاياتي جوه الجيش وذكرياتي وافرجك على صور كمان. موافق، بس تاكلني بقى. امري لله. اتفضل يا جدو. الاحتفالية دي مش مجرد حدث فني، دي رسالة للعالم كله ان مصر بخير، وكل مواطن مصري انها لسه في ظهره. بلدك مش بتقف، جيشك مش بيغفل، قيادتك مش بتتراجع. كل مرة بنشوف احتفالية بالشكل ده نفهم اننا ماشيين على الطريق الصح. الماضي فات بس انا فاكر، ودروسه لازم تتذاكر، وسلاحي جاي
وانا حاضر مدي التمام واقف ومستني النداء نوفي العهود والناس لمجدك يشهدوا شعب وجنود على نصرتك يتوحدوا شكرا يا حراس الدنيا مقلوبة النهاردة. كنا بنحكي حكاية بلد مش شبه أي بلد، بلد بتبني وهي بتحارب، بتغني وهي بتواجه، بتضحك رغم اللي بيحاول يدمعها. شفنا رئيس بيجبر خاطر طفلة، وفنان بيرجع لأنه متمسك بمبدأ، ست مصرية بتضحك وهي بتوجه رسالة للعالم كله. دي مصر اللي كل ما تقع بتقوم، وما بتقومش أي قومة، بتقوم أقوى. كل ما يتأمروا عليها ترد بفن وحضارة وسلام. السلام مش ضعف، السلام قوة للي واثق من نفسه واللي حافظ على بلده وسط نار الدنيا. مصر مش بتستعرض، مصر بتعلم العالم يعني ايه كرامة، حضارة، ثقة. مصر وطن السلام اللي مهما الدنيا اتقلبت حواليها هتفضل هي الثابتة في النص، جميلة شامخة بنت بلد أصيلة. أنا الشيماء توفيق، ودي كانت الدنيا مقلوبة، بس المرة دي كانت مقلوبة بالعظمة. باي باي. مصر عاشت تفرق خيرها من آلاف السنين، شالت همومنا أصغرها من الشمال لليمين. لا بتحب الخصام ولا بتخلف كلام، مد حبل المحبة بإيدها، دي مصر وطن السلام. الغريب فيها عاش مطمن والجيران للجيران، ناسها ولا بالكنوز تتأمن للي قدر وصار. أصيلة وفاتحة بيتها ولا تغرك طيبتها، ليها رجالة رافعة رايتها من زمان الزمان. حافظين حدودها والخير في بيتها، بالحب دايما عامر بناسها، بالناس حارسها، واللي يعديها بيغامر. كلمتها صادقة وطيبتها صادقة، ذات الجمال الساح. حافظين حدودها والخير في بيتها، بالحب دايما عامر بناسها، بالناس حارسها، واللي يعديها بيغامر. كلمتها صادقة وطيبتها صادقة، ذات الجمال الساح. مصر هي وطن السلام. مصر عدت محدش طلعها، السلام للعمار. الحضارة اللي كتبت فيها على الحجر أشعار، عارفة سكة